السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي قناة تركيا الخبر. مع علي أبو الأمير، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، ونتمنى منكم إذا بتحسنوا تعطونا لايك مشان ينتشر الفيديو على أوسع نطاق وكل الناس تستفيد، والله يجزيكم الخير. كتير ناس الأيام عم تتفاجأ في إنه في خطوط هاتف على اسمهم، وهن بالاساس ما بيعرفوا اذا كان فعلا في خط هاتف على اسمه او لا، او مين اللي سجل الخط على اسمه وكيف تسجل الخط. فاليوم رح نتعرف نحن وانتو عن طريق الإيداولات كيف نعرف كم خط هاتف على اسم الشخص، او ايش في خطوط هواتف على اسم الشخص. اذا اول شي نفتح متصفح جوجل كروم. طبعا بعد ما فتحنا المتصفح ندخل على إيداولات، نكتب إيداولات. إيداولات، ندخل على إيداولات كبصة. هون بنكتب رقم الكملك، وهون نكتب شفرة الإيداولات. فهلا نكتب رقم الكملك، هون نكتب شفرة الإيداولات. بس قبل ما ندخل على هذا الموضوع راح نحكي بموضوع انه في كتير ناس لما بتجيب شفرة الايداولات من بي تي تي وبيجي بيدخل على الايداولات ما بيحسن يدخل او بيواجه مشكلة، لانه اول ما بتجيب الشفرة من الايداولات بيطلب منك الايداولات انك تغير الشفرة مباشرة. فما بتحسن تدخل على بوابة حكومة الإلكترونية ايداولات إلا بعد ما تغير شفرة الايداولات اللي أخذتها من البي تي تي. إذا كان في حدا عم بواجه صعوبة من هذا الشيء لازم يغير شفرة الإيداولات إذا كان أول دخول أو أول مرة يدخل على الإيداولات بعد ما يجيب الكلمة من البي تي تي. طبعا مثل ما قلنا لكم، بعد ما دخلنا هي الصفحة الرئيسية اللي بوابة الحكومة الإلكترونية إيداولات، اللي البحث عن الواحد إذا بده يستفسر كم خط هاتف فيه باسمه، بنكتب هون كلمة موبايل، طبعا بالإنجليزي أو بالتركي ما بيختلف، الأحرف نفسها راح تكون موبايل. بعد ما كتبنا كلمة موبايل، الكلمة هي يعني بجوز اللفظ بيختلف، المهم كتبت الكلمة هي، بتدخل على تاني خيار، مو أول واحد، تاني خيار هون موبايل هات. دخلنا على هي، فتحت الصفحة هي. هون في طبعا معلومات الشخص، هون هي الخطوط اللي باسمه. هي أنا في باسمي خطين، هذا الخط وهذا الخط، كانوا 3 خطوط، في واحد التغى من فترة، وسبب الالتغاء انه كان في ضليت اكتر من شهر ما عبيته رصيد الليرات فاحترق الخط. وراح ننبه عن هذا الموضوع كمان، او هلا راح نحكي كمان عن هذا الموضوع. اذا بهالطريقة هي يمكن انه تعرف كم خط هاتف على اسمك، واذا في اكتر من خط اما تعمل له ابطال او بتروح على الشركة. اذا كان لازمك خط تليفون بتقول لهم هذا الخط خطي مثلا وضاع الخط، او راح من فترة بدك تسترجعه، مشان ما بتتكلف تشتري خط جديد، وبجوز هذا يكون ارخص شوي ولو ب10 ليرات 20 ليرة. اذا بدك تاخذه هو باسمك وباسمك تسترجعه احسن، ما في اي مشكلة. موضوعنا الثاني راح نحكي فيه كمان اليوم، هو كتير من الأشخاص عم تعاني من مشكلة إنه مثلا بعد ما عم يشتري الخط وب4 5 شهور عم بوقف الخط وأحيانا عم يحترق. فهي المشكلة سبب الرئيسي إنه أنت لما عم تشتري خط وما عم بتعبيه رصيد، فكل شهر بيتراكم عليه الرصيد أو الدين. هي ضريبة كل شهر لازم تدفعها أنت. هي كانت ليرتين و85 قرش، هلا صارت 3 ليرات و10 قروش. فهي الضريبة شهريا لازم تدفعها أنت. فأغلب الأشخاص عم تعبي، مثلا نحن السوريين الأغلب بيروح مثلا على الشركة أو أي مركز معتمد، بيقول له بدي مثلا 500 دقيقة و1000 رسالة و2 جيجا بايت او 5 جيجا بايت وهيك، فبيبعت له الباقة هي وبيدفع، هو بيقول له مثلا 30 او 40 ليرة. فهي لما عم تشتري هيك باقة انت، فعم تدفع بس حق الباقة، الدين عم بضل يتراكم مثلا. وكل شهر قلنا لكم اذا كان هلا صار 3 ليرات و10 قروش، اذا كل شهر 3 ليرات مثلا 4 5 شهور صار المبلغ ولنفرض 15 او 20 ليرة. فخطوط احيانا
بس بتوقف الخطوط ويقول لك ما بتحسن تعبي رصيد لحتى تدفع ال20 ليرة، وفي خطوط أحيانا بتوقف وممكن تحترق. فكل شخص حتى يحسن يعرف قديش عليه دين، فكل شركة بتختلف عن تانية. فهلا مثلا شركة ترك تيليكوم راح نتعلم نحن وياكم على طريقة معرفة الدين في شركة ترك تيليكوم وشركة تركسيل. خطي حاليا ترك تيليكوم مع بعض، نتعلم كيف نعرف الدين. إذا نجمة 1 2 3 مربع نعطيه اتصال. هلا بعض الاشخاص راح تجيهم مثل هالرسالة هاي، اذا اجتك مثل هالرسالة هاي بتضغط 9 تعطيه ارسال. هون كاتبين 9 دوام، نعطيه نحن 9 ارسال. نستنى شوي. اذا كان في عليك دين بيكتبوا لك هون. هلا هون انا في 0.25 عفوا 0.65 تيلي هاي المتبقي. فاذا كان في دين مثلا بيكتبوا هون بدل هي، او جنبها كمان بيكتبوا قديش عليك دين او برج بيكتبوه. فهلا حاليا الحمد لله انا ما في علي دين، فمو كاتبيلي. لو كان في دين بيكتبوا لك هون قديش عندك وقديش عليك دين. فهي اذا مثل ما قلنا ترك تيليكوم، معرفة الدين في خط ترك تيليكوم. اما بالنسبة لخط تركسيل، نعم خطوط تركسيل لمعرفة الدين. خطوط تركسيل قلنا لكم هلا خطي ترك تيليكوم فما بحسن في خط تركسيل. فطريقة في خطوط تركسيل نجمة 100 مربع، نجمة 100 مربع. طبعا نجمة 100 مربع، بعد ما كتبنا نجمة 100 مربع بنعطيه اتصال بخطوط التركسيل. هلا هاي ترك تيليكوم ما راح يصير، تعطيه نجمة 100 مربع. بعدها بخطوط تركسيل ايش راح تعطيه؟ راح تعطيه 4. بس تعطيه 4 وتعطيه ارسال. ايش بيعطيك بخطوط تركسيل؟ بتجيك رسالة قديش عليك دين. اذا بخطوط تركسيل بيعطيك قديش عليك دين. هلا هون مثل ما قلنا خطوط ترك تيليكوم، خطي ترك تيليكوم فما بتزبط معي. فانا بس حبيت اعلمكم طريقة خطوط تركسيل. هاي شغلة. والشغلة الثانية بالنسبة ايضا خطوط ترك تيليكوم لمعرفة قديش عندك رصيد. في كتير ناس عم تعاني من مشكلة انه قديش عندي رصيد بخطوط ترك تيليكوم، فما بيعرفوا الطريقة او كيف بدهم يتصلوا لوين او كذا. فخطوط ترك تيليكوم مثل ما قلنا لكم طريقة معرفة الرصيد نجمة 1 2 3 مربع اتصال. تطلع لك هي كمان بتعطيه 9 ارسال. فتح لك الواجهة هي قديش عندك انت ليرات وقديش عليك دين. هلا هون ما في علي دين مثل ما قلنا لكم. فهون اللي معرفة الرصيد هلا بعد ما ضغطنا نجمة 1 2 3 مربع و9 وعطيناه ارسال، هلا هون نضغط 1 نعطيه ارسال. بعد ما ضغطنا 1 نعطيه ارسال وتطلع لنا هي الرسالة بنعطيها الغاء. هاي هي الرسالة، هاي رسالتين الاس ام اس. هلا بنشوف مع بعض. هاي اليوم جمعة 1 كانون الثاني 2021. هاي الدقائق وهي الاس ام اس وهي الانترنت. اذا هاي الطريقة لمعرفة قديش عندك رصيد بخطوط ترك تيليكوم.